امبارح كان في اجتماع للبنك المركزي المصري واللي قرر فيه ان هم يثبتوا سعر الفايده. عايز اقول لك ان دوت اجتماع سبتمبر بعد ما اجتماع اغسطس زود فيه سعر الفايده 1% وزود 2% في اجتماع مارس، عشان خاطر يعني ان احنا كده من اول السنه زودنا حوالي 3%. في الفيديو دوت هنشوف حاجتين. اول حاجه هو ليه البنك المركزي ثبت سعر الفايده، لان كان في توقعات ان هو هيثبتها وفي توقعات تانية ان هو هيزودها، واحنا كنا توقعنا في الفيديو اللي فات ان هو هيثبت سعر الفايده. ده اول حاجه. الحاجه التانية اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو دوت ايه تأثير بقى القرار بتاع البنك المركزي ده امبارح على الفوائد في البنوك، وهل هيطلع شهاده جديده ولا لا، خاصه ان انت النهارده بقيت تخسر 18% بنسبه التضخم الموجوده. فاحنا هنتكلم على القصه دي، هل فعلا هيطلع شهادات جديده ولا لا. موضوع الذهب، ايه اللي هيحصل في الذهب خلال الفتره اللي جايه. هنتكلم على موضوع الدولار، امتى هيحصل تعويم، هل هيحصل اي حاجه في الدولار خلال الفتره الجايه بعد القرار المركزي بتاع امبارح ولا لا. كل ده هنشوف في الفيديو دوت بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاك محمد عسال في القناه اللي تخص البنوك. استاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس عشان يجيلك كل جديد بنعمله، وما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو لان اللايك ده بيفيدنا جدا جدا وبيوصل الفيديو للناس اكتر، وفي نفس الوقت بيدعم المجهود اللي احنا بنعمله، لان هدفنا ان احنا نوصل لك المعلومه بكل بساطه وتفهمها كده كلام نتكلم مع بعض على القهوه. طيب خلينا نخش بقى في الشقين اللي احنا هنتكلم عليهم في الفيديو دوت. اول شق، ليه البنك المركزي المصري ثبت سعر الفايده؟ ببساطه شديده جدا بقى من غير ما اعرض لك بيانات والكلام دوت، البنك المركزي المصري شايف ان التضخم عالي جدا جدا، بس برضو حده زياده التضخم قلت. تقول لي ايه ده يا عم؟ ده انت بتقول ايه يا عم؟ ده ازاي؟ ده التضخم ده داخل على 39% والتضخم الاساسي 40.4. انت بتتكلم في كلام في الهوا، يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك لا، بص، احنا برضو بنبص على معدل الزياده. معدل الزياده في التضخم حسب كلام الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان هو بيقل على اساس شهري. هتقول لي ازاي؟ بص يا عم، دلوقتي احنا عندنا كنا في شهر 6 اللي فات التضخم كان بيزيد على اساس شهري ب 2.8%. بعديها الشهر اللي بعديه اللي هو شهر 7 التضخم زاد ب 1.9، يعني قل. طيب بعديها اللي هو الشهر اللي فات اللي هو شهر اغسطس التضخم زاد ب 1.6. فلو جينا عملناها رسم بياني كده هنلاقيها بتنزل. فالحده بتاعت الزياده، يعني الزياده الشهريه ما بقتش بدل ما كانت بتزيد بالخمسه بتزيد بالثلاثه، بدل ما كانت بتزيد بالثلاثه بقت بتزيد بالاثنين. فمعناها ايه؟ ان هي بتنزل، بتزيد بس بتنزل في الزياده، فهتيجي في وقت لا هتثبت. الحاجه الثانيه، التضخم اللي هو الاساسي ده وصل 40.4% بعد ما كان 40.7، بعد ما كان 41% في شهر 6. فبرضو التضخم الاساسي بينزل. مع العلم هتقول لي ازاي التضخم الاساسي بينزل؟ لان التضخم الاساسي اللي هو بيقيس عليه معظم البنوك المركزيه قياساتهم، بيشوفوا هل هم هيزودوا سعر الفايده ولا لا. التضخم الاساسي ده بيبقى شايل منه الاسعار الخضروات واسعار الوقود او اسعار الغذاء والوقود واسعار البنزين يعني. فالنهارده هتقول لي ايه ده؟ ازاي يعني الكلام ده؟ اقول لك ايوه، اصل هي دي حاجات متغيرات بيحصل، ممكن قرار يطلعها وقرار ينزلها. زي مثلا البصل مثلا، تخش كده عند راجل الخضر يقول لك ايه برقم، ايه يا عم؟ ده بصل، حبه بصل، مال ايه يعني؟ انت بتتكلموا في ايه؟ فطلع امبارح قرار ان هو حظر تصدير البصل عشان خاطر يكفي السوق المحلي. علشان كده البنوك المركزيه بتاخد بالتضخم الاساسي. طيب يبقى احنا كده عرفنا قصه التضخم وليه مع ان التضخم عالي البنك المركزي المصري برضو ثبت الفايده. الحاجه الثانيه، انت زودت 11% من 3/2022. ايه اللي حصل في التضخم؟ التضخم قاعد بيزيد لان مشكلتك مش بس ان الناس مثلا معاها فلوس وقاعد تشتري. يعني مثلا القصه في امريكا الناس معاها فلوس فعايز تشتري، فعشان كده الفدرالي الامريكي قاعد بيزود الفايده، ويعني عشان خاطر الناس تبتدي تقلل الشراء فيقلل الطلب. فده قصه. انما انت عندك اصلا، انت عندك عشان مشكله العمله وعندك نقص في مستلزمات الانتاج، وعندك نقص في البضاعه اللي موجوده عشان ما فيش بضائع بيفرج عنها في المينا كتير. فايه اللي بيحصل؟ فاللي بيحصل ان هو عندك مشكله دولار، فكله بقى بيغلي وكله مسعر الدولار بسعر مختلف، فده عامل لك ازمه تضخم. مش الناس معاها بفلوس، لا، الناس بكح تراب. فالقصه مش ان انت هتزود الفايده خلاص هتوقف الطلب، لا. الحاجه الثالثه، البنك المركزي المصري عايز يدي فرصه ان هو يشوف اثر اللي هو عمله في اجتماع اغسطس ان هو يزود 1%، ايه اثرها على المدى البعيد. بمعنى
النهارده احنا عندنا لسه هيبقى في اجتماع تاني كمان 6 اسابيع، فهو عايز يسيب نفسه فرصه للوقت ده ان هو يشوف الاجتماع ساعتها، او يشوف ساعتها التضخم وصل لكام. الحاجه الرابعه والاساسيه ودي مهمه جدا جدا وبيبقى صانع القرار باص عليها، وحاجه يعني لا غنى عنها في او يعني حاجه مهمه جدا، وهي ان انت لما بتزود سعر الفايده بتعمل عجز في الموازنه. هتقول لي ازاي؟ لانك بتزود الدين. الحكومه لما بتيجي تقترض منك بتقترض منك بسعر اعلى. نيجي بقى للشق الثاني من الفيديو بتاعنا، وايه هو تاثير قرار المركزي على الفوائد في البنوك، الذهب، الدولار. تعال نتكلم على اول حاجه موضوع الفايده في البنوك. اول حاجه ان الفوائد في البنوك هتفضل زي ما هي، ولا هتزيد ولا هتقل ولا اي حاجه بالنسبه لحسابات التوفير، بالنسبه للودائع، بالنسبه برضو لاذون الخزانه برضو هتفضل ثابته زي ما هي لمده 6 اسابيع قدام لحد ما نشوف قرار المركزي ايه خلال الاجتماع الجاي. ده بالنسبه ايه الفوائد. طب بالنسبه للشهادات الجديده، كل الكلام قال لك ما دام هو ثبت سعر الفايده يبقى هو مش هيطلع شهاده جديده. يعني ايه؟ يعني ممكن لو هيطلع ممكن يطلع قدام، بس مش هيطلع دلوقتي. ليه؟ لان في كلام كتير يقول لك هو هيطلع شهاده، يعني مثلا دكتور هاني جنينه وفي ناس كتير اتكلمت على القصه دي، قال لك هو لو هيطلع شهاده جديده هيطلعها ساعه مثلا لما يجي يعوم، ساعه لما يجي يعمل زياده كبيره في سعر الفايده في اجتماعه. لكن دلوقتي يعني خلال الاجتماع الجاي او من دلوقتي لحد الاجتماع الجاي شهاده جديده هتطلع؟ لا، هو هيفضل الشهادات بالمستويات اللي موجوده دلوقتي. الذهب معانا هو مستقر بقاله فتره، يعني يمكن بيزيد 100 جنيه 200 جنيه الكلام ده، ما بي يعني مثلا يرجعهم تاني الا مثلا 50 جنيه، يعني مش بيزيد قوي ولا بينقص، لا هو ماشي في مستوى زي ما بيقولوا مستوى عرضي. فالذهب يعني مش هيتاثر. هو طبعا بيتاثر بالاسعار العالميه. الاسعار النهارده كانت 1925 دولار الاوقيه، فمتوقع ان اسعار الذهب تفضل مستقره على هذا الحال خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه للدولار برضو هيبقى في استقرار في سعر الدولار خلال الفتره الجايه في البنك المركزي. سوق السوداء والعقود الاجله بتلاقيها زادت مثلا بتوصل ل 40 41 والكلام دوت، بس برضو في الاخر انت هتفضل في البنك سعر الدولار ثابت خلال الفتره اللي جايه، لان ده معنى ان هو ثبت سعر الفايده. هو مفيش كلام خالص ان يبقى فيه تعويم خلال الفتره الجايه. غير ان انا برضو شفت ان هو موضوع مراجعه صندوق النقد اللي هي وكنا قلنا عليها ان هي تبقى في نص 9، مفيش اي اخبار عنها، وكمان في كلام ان هي هتتاجل. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان مفيش تعويم خلال الفتره الجايه، وزي ما احنا توقعنا ان التعويم هيكون بعد انتخابات، يعني ده عشان خاطر يبقى فيه مراجعه لصندوق النقد الدولي. دي كده كانت كل قصه والحدوته في اجتماع البنك المركزي بتاع امبارح. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت. ما تنساش تعملوا لايك تاني للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.